بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم ويسعد جميع أوقاتكم، إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو أردت أن أجمع بين عبق الماضي وجمال الحاضر البسيط. أردت أن أجمع ما بين البابور وما بين جمال حاضرنا الأخضر البسيط. فقررت النهاردة إن أنا أطبخ سبانخ على البابور. يلا بينا نبدأ الفيديو. بس مبدئيا لايك وشير فضلا وليس أمرا، لايك مجدعة منكم. وأسفين مبدئيا على الأصوات الخارجية. هنا أنا قطعت البصل كرات صغيرة وحطيتها شوحتها في شوية زيت. الباجور ده بحس ان هو ليه شيء تاريخي عندي يعني. قلبت البصل شوية واسفين بقى على شكل السكينة دي، انا جايباها جديدة بس كنت بلحم بيها حاجة، فمعلش انا ست طبيعية يا جماعة الخير. يعني عايزة اعمل ايه؟ اخرط بصل اروح اجيب من عند الجيران؟ لا طبعا، امشي دنيتي عادي عادي، عدوها لي عادي. خلوا البساط احمد يا جماعة. غسلتها وقعدت ادعك فيها شمال ويمين، ما نضفتش. اعمل ايه؟ ما خرطش البصل يعني؟ لا، اخرط البصل. هنا السبانخ، كل الخضار في السوق غالي. كيلو الطماطم لحد دلوقتي ب30، ده كان ب35 وكان وصل، كان قرب يوصل ل40 كمان في بعض البلاد يعني. اللقطة بقى اللي انا حطيت فيها الطماطم ما سجلتهاش لان لقيت كان فيه جزء يعني باين من ورا، فطبعا انا حذفتها لان انا منقبة طبعا. قلبت السبانخ مع الصلصة مع التسبيك. هذا الفيديو فيه جزء من الفخار. انا بصراحة بحس ان الفخار ده يحمل جزءا من عبق الماضي، وطبعا يعني كان دكاترة كتير بيقولوا هو صحي جدا يعني. امي والله كان عندها باجور، امي متجوزة بالباجور، وبعدين لما تمدنوا شوية جابوا بقى البوتاجاز الأطلس. بعدين طلعت بقى البوتاجازات الحديثة دي. أترككم في رعاية الله مع هذا الفيديو، لأن أنا بحس إن الفيديوهات دي بتبقى مبهجة بالنسبة لي. وقولوا لي رأيكم في التعليقات للي يسمع هذا الفيديو. وأترككم في رعاية الله.